اسم منافسات الجولة السادسة والعشرين في مدينة بركان. قاين ملعب جميل، أرضية. ينطلق الشوط الأول مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. محاولة، فرصة، اللقطة الماضية والفالير يتقدم بالكرة. هنا التمرير، العرضية، فرصة ما زالت متواصلة، تسديد خارج الملعب المغرب التطواني. هنا اللقطة الماضية كانت المطالبة بركلة جزاء. لقطة أمامكم، الصورة أمامكم، القرار النهائي لطارق المتمني. يمرر الكرة باحثا عن بلال المقري. غطاس، التسديد من غطاس، يسكن الكرة الشباك بدقة عالية وبطريقة ممتازة رائعة. حمزة غطاس يسكن الكرة الشباك، يتفوق على حمزة حمياني، هذا المهاجم الذي يؤكد مرة أخرى التألق والإبداع. تسديدة لا تصد ولا ترد بدقة عالية. هنا كان تحضير من بلال المقري، وصلت الكرة لغطاس الذي يسجل من جديد للمغرب التطواني. تسديدة كانت ممتازة، لم يترك أي فرصة لحارس المرمى حمزة غطاس، خريج مدرسة النادي القنيطري. حل بداية ممتازة للمغرب التطواني في هذا اللقاء. بماهر، محاولة، كيسيندا، عسل، التمرير، فرصة لنهضة بركان، بحث عن التسجيل من يوسف مهري، إمكانية التصويب. تويسيلا، حكم يعلن عن ركلة جزاء لنهضة بركان. خطأ فادح يرتكبه مدافع الفريق. التنفيذ من دايو، يضيع ركلة الجزاء، يضيع ركلة الجزاء يوسف دايو. لم يكن خيارا مثاليا من البوركينابي. كانت فرصة ذهبية لنهضة بركان العرضية، إمكانية التسجيل. الكرة وصلت تعاني من الإصابة. هنا اللقطة، هدف كان قد سجله. حكم يعلن عن ركلة جزاء لنادي نهضة بركان في الدقيقة 36. بطاقة حمراء لمحمد ياسين أبو زرع. التسديد يسجل هدف التعادل في الدقيقة 38 من عمر اللقاء. يوسف دايو يسجل هدف التعادل لنادي. هنا الإعادة، تسديدة بهذه الطريقة على يسار حارس المرمى يحيى الفلالي، ينجح في التسجيل. يوسف دايو يسجل هدف التعادل لنادي نهضة بركان. تصبح النتيجة هدف لكل فريق، ينجح الفريق المضيف في تعديل النتيجة. التعادل، تصبح النتيجة. يوسف مهري، التصويب بهذه الطريقة التطواني. دع ليوسف مهري، العرضية فول فالير، التمرير، يتدخل ياسين، محاولة المرور، فرصة لنادي نهضة بركان. تويسيلا، كيسيندا يعود لسمومي، العرضية، ضربة رأسية، الهدف.
الهدف الثاني لنادي نهضة بركان. ضربة راسية من يوسف مهري يسكن الكرة الشباك. تصبح النتيجة هدفا اثنان للفريق المضيف نادي نهضة بركان. مجهود كبير. الكرة وصلت ليوسف مهري. تصبح النتيجة لمصلحة الفريق المضيف. حاول يحيى الفيلالي الوصول للكرة لكنه لم ينجح. كان التقدم العرضية، فرصة إمكانية التسجيل. التسديد خارج الملعب، ركلة مرمى للمغرب التطواني. كانت فرصة سانحة للتسجيل لتويسيلا كيسيندا. بهذه الطريقة يضيع الفرصة تويسيلا لنادي نهضة بركان. ياسين البحيري، هنا فرصة ضربة رأسية خارج الملعب. اللقطة الماضية بدقة عالية كان تنفيذ الكرة ثابتة من ياسين البحيري. ياسين يرسل الكرة للتسديد بهذه الطريقة. تسديدة يوسف مهري. التصدي كان رائعا وممتازا متألقا كالعادة. الحارس يحيى الفيلالي متألقا كالعادة. ياسين الأمين. هنا باب إنسا بادجي. فرصة للمغرب التطواني. الحكم يعلن عن ركلة جزاء للمغرب التطواني. كان تدخل من عبد الحق عسل. يسقط في منطقة الجزاء باب إنسا بادجي. هنا اللقطة. طارق المتمني يعلن عن ركلة جزاء للمغرب. اسم مرمى نادي نهضة بركان باب إنسا بادجي. التسديد يسكن الكرة الشباك. باب إنسا بادجي يعدل النتيجة للمغرب التطواني. هنا اللقطة الماضية تنفيذ ركلة الجزاء. كان على وشك التصدي حمزة الحمياني. نعم رضا حجي. ضربة رأسية تصد لاعب نادي نهضة بركان. هنا اللقطة الماضية. ياسين البحيري في تنفيذ الكرة الثابتة. ياسين فرصة مرة أخرى. حارس المرمى ينجح في التصدي. ينجح في التصدي ببراعة. يحيى الفيلالي كان حاضرا متواجدا متمركزا متموقعا في المكان المناسب. يتصدى بيده. تنفذ الكرة الثابتة. فرصة ضربة رأسية. الهدف الثالث لنهضة بركان. جبريل وطرا يسجل الهدف الثالث لبركان. هنا كان تنفيذ الكرة الثابتة. جبريل يرتقي عاليا ليمنح التقدم والأسبقية لنادي نهضة بركان هنا في ملعبهم وهنا في مدينتهم على أرضهم. مؤازرا